السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. وانتهت المباراة التي جمعت المنتخب الوطني المغربي ونظيره السنغالي بهدفين لواحد. المباراة كانت للمنتخب الوطني المغربي في شوطه الأول ممتازة، تحصلنا على هدف وحافظنا عليه إلى نهاية الشوط الأول، ولكن بعد بداية الشوط الثاني ارتكبنا أخطاء كارثية، وبالأخص من المدرب سعيد شيبة الذي لم يعرف كيف يجاري 45 دقيقة في الشوط الثاني، لأننا ركنا إلى الدفاع بطريقة مهولة جدا وأصبحنا نشتت الكرة كما فعلنا في المباراة الثانية أمام نيجيريا. قمنا بنفس الخطأ وهو تشتيت الكرة، لم نكن نستفيد من الكرة ولو لخمس ست ثواني أن تبقى بين أقدام لاعبي المنتخب الوطني المغربي. نمتلك الكرة ثم ثانيتين ثلاث ثواني ونقوم بإضاعتها، يا بكرة طويلة إلى الدفاع السنغالي يا بإخراج كرة إلى التماس. أخطاء ارتكبناها كانت هي سبب هذه الهزيمة، لأن لو عرفنا كيف نجاري الشوط الثاني ونلعب بطريقة ذكية ونحافظ على الكرة ونقوم بالسيطرة على وسط الميدان لكنا أضفنا الهدف الثاني، لكن للأسف سعيد شيبة كان له رأي آخر. لاعبين لديهم تجربة ضعيفة جدا في مثل هذه الدورات، لذا كان على المدرب أن يقوم بتلقين اللاعبين أنهم لم نسجل سنلعب معهم ولتنتهي المباراة بصفر لصفر. انسوا ذلك الهدف الذي سجلناه، لنحافظ على الكرة ولنلعب ونهاجم، وربما نستطيع تسجيل الهدف الثاني على المنتخب السنغالي الذي ربما تفاجأ بالهدف قاب قوسين أو أدنى من الخروج من المباراة. لكن للأسف أعطيناهم جرعة للتسجيل علينا بتلك الطريقة. نمتلك الكرة في خط الدفاع، نقوم بكرة طويلة عرضية ونقوم بإرسالها إلى الدفاع السنغالي، فما من السنغالي إلا إمساك الكرة ولعبها وإخراج الكرة إلى مربع العمليات المنتخب المغربي، والكرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى أن ارتكبنا الخطأ وهو لمسة اليد من كابتن فريق المنتخب الوطني المغربي، وحصول السنغاليين على ضربة جزاء، تنفيذ ممتاز وهدف لهدف. وبعدها كرة ثابتة ثانية من ركنية وخروج خاطئ للحارس وتسجيل الهدف الثاني، وتنتهي حظوظنا في الفوز بهذا اللقب الذي كان في المتناول لو عرفنا كيف نجاري 45 دقيقة. لم نلعب بطريقة ممتازة في الشوط الثاني على عكس الشوط الأول، كنا مركزين كنا واقفين في وسط الميدان. أما الشوط الثاني فبدأنا بذلك اللعب العشوائي الذي قمنا به مع المنتخب النيجيري في المباراة الثانية من هذه البطولة. للأسف المنتخب الوطني المغربي أضاع الفوز السهل في هذا النهائي. لو تم التعامل للمدرب مع 45 دقيقة الثانية، وهو أن نحافظ على تركيزنا، وحينما نمتلك الكرة يجب أن نخرج من الأطراف ونحافظ على الكرة ونقوم بزيادة عددية في وسط الميدان، ونقوم بإرهاق اللاعبين السنغاليين ونهدد مرمى السنغاليين بالكرة الأولى والثانية والثالثة وبإمكاننا تسجيل الهدف الثاني. أما عكس ذلك هو الذي حصل. نمتلك الكرة، نقوم بكرة طويلة إلى الدفاع المنتخب السنغالي. ماذا سيفعل المهاجم أمام ثلاث مدافعين من المنتخب السنغالي طوال القامة في كرة طويلة لن يستطيع حتى؟ ماذا سيفعل؟ هل هو سيركل الكرة ويقوم باستدارة والتسديد إلى المرمى؟ يجب أن يكون لاعب سوبر ستار لفرق كبيرة لكي يقوم بهذه الحركة. أما لاعب 17 سنة في طور التعلم ماذا سيفعل أمام ثلاث مدافعين وكرة طويلة جدا ولاعب قصير القامة؟ لن يفعل أي شيء. كرة تضرب وتعود إلى مرمانا مرة أخرى. هكذا دواليك إلى أن ارتكبنا الخطأ الذي أخرجنا من المباراة، وهو لمسة اليد وتسجيل علينا تلك الضربة الجزاء، ثم كرة ثابتة ثانية وخروج خاطئ أيضا للحارس وتسجيل علينا الهدف الثاني. لم نستفد أي شيء من 45 دقيقة الثانية. شيبة كان عليه أن يتعامل مع تلك 45 دقيقة بطريقة ممتازة وطريقة ذكية، وهو أن نحافظ على الكرة بين أقدامنا ونقوم بلعب الكرة والخروج من منطقة خط وسط الميدان لكي نستفيد ونتقدم إلى الأمام. ليس نتقدم لإذاعة كرة، بل بالعكس الكرة أن تبقى بين أقدامنا، ولكن أن نخرج ونلعب على مرمى المنتخب السنغالي لنستطيع تسجيل الهدف الثاني. حين ذاك يمكننا غلق اللعب والرجوع إلى الخلف. أما أنت منتصر بهدف لصفر وتقوم بالعودة بتلك الطريقة إلى مرماك وتقوم بإخراج الكرة بتلك السذاجة، الكرة الطولية إلى دفاع المنتخب السنغالي، والكرة الأولى والثانية والثالثة إلى أن سجل علينا هدف التعادل،
ثم الهدف القاتل في الدقائق الأخيرة من المباراة. أظن على أن يوسف شيبة هو من يتحمل هذه الهزيمة. لاعبين قدموا كل ما عليهم، صغار السن صحيح، يتعلمون صحيح، ولكن في مثل هذه الدورات بهذه الطريقة الكأس كان من نصيبنا، لكن للأسف سذاجة المدرب هي التي أضاعت علينا هذا اللقب الذي أقول كان في المتناول. لو عرفنا كيف نتعامل مع 45 دقيقة ثانية، لو حافظنا على الكرة وبدأنا نلعب كرة في الأرض وخرجنا بالكرة من الدفاع إلى خط وسط الميدان ونقوم بعمليات هجومية مركزة على المرمى، لقمنا بتسجيل لنا لهدف ثاني وقتل المنتخب السنغالي الذي كان خارجا من المباراة بعد تسجيل لنا عليه الهدف الأول. لكن للأسف ارتكبنا خطأ كارثي وهو اللعب بتلك الطريقة، ثم التغييرات التي قام بها المدرب. أظن على أن شيبة من يتحمل المسؤولية. لاعبين لا مسؤولية عليهم، قدموا كل ما لديهم وقدموا كل ما يعرفون في كرة القدم، لكن للأسف المدرب ارتكب أخطاء وأخطاء كارثية لم يرتكب المنتخب السنغالي الذي ضغط وكان يحاول أن لا يضيع الكرة بسذاجة. على الأقل أن تضيع الكرة، أن تضيعها وأنت تهاجم في مربع العمليات الخصم، وليس بتلك الطريقة أن تمرر الكرة إلى التماس بإخراج الكرة بتلك السذاجة ويأخذها السنغاليين ثم يبدأون في هجمة أخرى بهذه الطريقة. لا تقريبا لا يمكن أن لا يسجل عليك. إذا حتى وإن طال أمد تلك الهجمات لنصف ساعة أخرى كانوا سيسجلون السنغاليين، لأننا لم نعرف كيف نلعب بتلك الطريقة التي لم نتعود عليها بإخراج الكرة بتلك الطريقة. ربما سهلنا المأمور على المنتخب السنغالي. سعيد شيبة بتحمل مسؤولية الهزيمة وهارد لك للاعبين صغار. بصراحة حز في النفس ضياع هذه الكأس التي كانت في المتناول. لو عرفنا كيف نستغل 45 دقيقة وكيف نسيرها لخرجنا بالمباراة إلى بر الأمان بالهدف الثاني وقتل المنتخب السنغالي. لكن للأسف المدرب أخطأ في قراءة الشوط الثاني وارتكبنا أخطاء كارثية صراحة.